الزمالك اتعادل يا حبيب قلب الزرزور. ده انا خلصت على الحلقه بتاعت الاهلي، ببص كده لقيت الزمالك اتعادل. ده انا سبتهم في الدقيقه 70، جيت لقيتهم متعادلين. ده الزمالك المصري يا حبيب قلب الزرزور. ولكن كلامي هنا عموما ان بطل الدوري اللي هو الاول على الدوري بيتعادل مع الجونه، يعني ده المنافس الشرس ليك يا اهلي. الزمالك المنافس الشرس ليك بيتعادل النهارده مع الجونه باقل سهوله، ولكن لعب شوط اول مرعب. صراحه ربنا الزمالك الشوط الاول عرضيات ولعب على الاطراف ايه قلت يا نهار اسوخ، ده احنا هنتشلوح عشان نخش الشوط التاني. تلاقي هجمات الزمالك بدون خطوره، الزمالك بيهاجم بس بدون خطورة عشان الجونة يخطفوا مرتدة هدف عالمي القضية. ممكن يتعادل الزمالك ويفقد نقطتين قبل لقاء القمة، عشان الزمالك هيقابل الاهلي وهو مبعثر فنيا ومبعثر نفسيا، الاتنين يدبوا ببعض. ولكن النهارده الزمالك 17 بونت في 8 ماتشات وانت 12 بونت، ولسه عندك ماتش متأجل. يعني قول لو كسبت المتأجل يبقى 15 بونت، وتكسب الزمالك تركب الدوري. يعني انت لو كسبت ماتش الزمالك كسبت المتأجلة ليك ركبت الدوري. ليه بقى؟ انت عندك 12 بونت والزمالك 17، بس لعب عنك زيادة ماتش. صح. الزمالك 17 ولعب 8 ماتشات، انت لعب 7 ب 12، هتلعب التمن تكسبه بقت 15، تلعب الزمالك تكسبه بقت كام؟ 18. خليك بقى شاطر معايا، تركب الدوري. ماتش الزمالك هو الفيصل يا حبيب قلب الزرزور، ماتش الزمالك هو الفيصل. بس الزمالك معهم مدرب عالمي. تقول لي عالمي ده لسه متعادل النهارده يا زرزور؟ والله عنده كوره وبيلعب كوره. انا شايف المدرب ده عنده كوره، والله عنده كوره. قالك بقى الواد البرازيلي دوت خان فريزير دوت، الواد ده زئرت. الواد ده الجبهة اللي هيلعب عليها كلها فاولات وكلها انذارات وكلها كور خطيرة على الجون. خد انذار عشان ماتش الجونة مضمون قام اتعادل وهيلعب الاهلي. الزمالك اتعادل النهارده، ولكن احنا عندنا الاهلي يا جدعان. مين دول العيال النهارده في ماتش الحرس؟ مين دول بجد؟ انا مش فاهم حاجه ولا عارف مين. كله شبه بعضه، حتى الزمالك العيال بتاعتها كله شبه بعضه. هو ده الاهلي والزمالك، كلها شبه بعضها. العيال في الجونة تلاقي مرتباتها 20,000 و30,000 و50,000 في الموسم. تعال شوف بقى دونجا بياخد كام في الموسم وابيض. تعال شوف عدي الدباغ بياخد كام في الموسم، على الله حكايته. تعال شوف كابتن اسمه ايه، لا الواد ده حلو، بنتايج ده حلو، وعندك عمر جابر برضو كويس. ما علينا، تعال نشوف الاهلي. تعال شوف مرتبات بقى تريزيجيه، بن شرقي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، كوكا، مروان عطية. تعال شوف مرتباتهم النهارده قدام الحرس. العيال دي اصلا عساكر يا جدعان. العيال اللي في ماتش الحرس دول عساكر اصلا، مش لعيب الكوره، بيأدوا خدمتهم في الجيش في الكوره. كانوا يكسبوا الاهلي وبيلعبوا على المرتد علينا كانوا هيفشخونا. استغفر الله العظيم يا رب، انا اسف على الحركات الوحشه دي، كنا هنتفشخ. النهارده الزمالك يعني برضو ده الخصم بتاع المرعب. النهارده الجونه تهلفتته وتخليه يخسر 2 بونت. لعب شوط اول مرعب، وده اللي هنتكلم عليه في حلقه ما قبل القمه، ان الزمالك بيبدا شرس، ولكن في الشوط التاني بتقل خطورته على المرمى وبيقل البدني بتاعه. ده عيب من عيوب نادي الزمالك، هنتكلم عليها في حلقه ما قبل المباراه. كل ده هنتكلم عليه في حلقه ما قبل المباراه. الزمالك عنده خطوره على الاطراف، معاه ناصر ماهر، ده سلاحه اقوى سلاح للزمالك هذا الموسم. ناصر ماهر اقوى سلاح للزمالك هذا الموسم هو ناصر ماهر، والواد البرازيلي القصير، الواد دوت جامد هو وناصر ماهر. كل ده هنتكلم عليه، كل ده هنتكلم على خطورة نادي الزمالك ونقط ضعفه، وهنتكلم على خطورة النادي الاهلي اللي مفيش خطورة اتكلم عليها.
من اول الموسم خرا وزفت، مفيش خطورة اتكلم عليها. بس نحمد ربنا ان الزمالك النهارده فقد نقطتين، فقد نقطتين. بس الزمالك يظل مرعب بالمدرب بتاعه، الزمالك يظل مرعب بالمدرب بتاعه، الزمالك يظل مرعب بالواد البرازيلي، الزمالك يظل مرعب بناصر ماهر، الزمالك يظل مرعب بعبد الله السعيد، الزمالك يظل مرعب بحسام عبد المجيد، الزمالك يظل مرعب. لبس جون النهارده في الدقيقه الاخيره، في الدقيقه 83. لبس جون، خسر نقطتين. دوت ما يخلكش تخش الماتش فارد صدرك. انت اوسخ منه، بل هو افضل منك، بل هو افضل منك. ما تسلمش وترفع ايدك وتقول الزمالك اتبهوى. انت اوسخ منه، انت اوسخ من بعض. مفيش كورة في مصر، ده اهلي وده زمالك. يا عم ما تخلوناش بقى نطلع اصوات من بقنا. هو ده الاهلي وده الزمالك؟ هو ده بكراية منتخب مصر محمد هاني؟ هو ده بكراية منتخب اصلا؟ يا ده اهلي وده زمالك، ما بقاش في كورة. امال لما نطلع نلعب افريقيا والزمالك يطلع يلعب كونفدرالية هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ تاخدوا فلوس على الفاضي. والله فلوسكوا حرام طول ما انتوا ما بتلعبوش كورة، سواء اهلي او زمالك. فلوسكوا حرام، فلوسكوا حرام. كان الله في العون، كان الله في عون كل زملكاوي، وكان الله في عون كل اهلاوي. نتقابل الاسبوع الجاي واحنا اوسخ من بعض. ماتش هيبقى عبثي، الفرقتين هتخسروا. الفرقتين لو سيبنا الكرة في الملعب والجمهور مراحش، الفرقتين هيخسروا، سواء الاهلي او الزمالك. خرا خرا. فرقة ممكن تركب وتدوس الدوري وتفرح جمهورها، تتعادل مع الجونة بأقل سهولة. فرقة مبعثرة، النادي الأهلي مبعثر، ينزل يدي الحرس علقة، الحرس كان هيكسبه، الحرس كان هيكسبه. أنا مش عارف أتكلم. أنا هقفل القناة دي وأعملها قناة طبخ، مش عايز أتكلم في الكورة، خلاص زهقت وتعبت، جبت آخري، خلاص جبت آخري. كان معك الزرزور، وانتظرني في حلقة ما قبل اللقاء القمة. السلام عليكم.